السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو. فيديو النهارده فيديو هو تجربه شخصيه. بص، اغلبنا لما بيسحب فلوس ساعات المكنه بتهنج او بتعمل ديلي كده فبتسحب الكارت الموجود قدام حضرتك ده. انا بكلمك عن حاجه حصلت معايا انا شخصيا مع البنك الاهلي. كنت بسحب فلوس، تمام. فبعد الفلوس ما سحبتها دخلت الكارت تاني. دخلت كارت عشان اسحب مبلغ تاني يعني، تمام. المهم المكنة سحبت الكارت وما رجعتهوش تاني. طب في الحالة دي بنعمل ايه؟ الحالة دي يا باشا حضرتك بتتصل بالبنك علشان توقف الكارت بتاع حضرتك. طيب انت عارف الفن بتاع المكنة او في المنطقة اللي انت فيها عارف الفنيين، مفيش داعي بقى انك تتصل بالبنك. وكده كده اي حد ايه هيلاقي الكارت هيديهولك يعني من الناس اللي انت تعرفها. بس انا كنت في مكان غريب فاضطريت ان انا اتصل بالبنك. وفي الاخر برضه ايه وقفت الفيزا والفيزا جات لي عن طريق البيت يعني، تمام، بعد ما وقفتها. المهم، طب انت بتتصل بالبنك بتوقف الفيزا بتاعتك، او مبدئيا بيطلب منك شويه داتا كده او بيانات يتاكد ان انت صاحب البطاقه مش حد يعني ايه لاقيها وكلام من ده وبيعمل نمره. فبعد ما بيتاكد ان انت صاحب البطاقه بيبدا ان هو يوقف لك الكارت بتاعك بشكل نهائي. طيب بعد ما يوقف الكارت بشكل نهائي بيقول لك ان انا هعمل لك اوردر باستخراج كارت جديد سواء من البنك او حضرتك يجي لك عن طريق البيت. فهم في اغلب الاوقات يعني البنك الاهلي مثلا بيوصلها للبيت، يعني بيوصل الكارت بتاع حضرتك للبيت. طيب كده هيخصم رسوم مع ان حضرتك مش غلطان. في الحالة دي بتعمل ايه؟ في الحالة دي بتتصل بالبنك بعد ما يخصموا منك المبلغ الفعلي اللي طلعوا لك على البطاقة وبعتها لك البيت. تتصل بهم تقول لهم لا انا يعني انا الكارت اتسحب مني مش بغلط مني. الكارت اتسحب يعني بغلطة من المكنة بتاعتكم، يعني المكنة اللي كان فيها صيانة، اللي كان فيها تقصير من الفنيين اللي انتم متعاقدين معاهم ان هم ايه يشتغلوا على المكن ده. فبيبدأ البنك انه ايه يرجع لك رسوم استخراج الكارت بتاعك في الحساب بتاعك تاني. كده كده هو بيخصم من الحساب بتاعك رسوم استخراج الكارت. انا بكلمك عن حاجة انا سائل فيها موظفين البنوك يعني في خدمة العملاء وكده، وانا بكلمهم وهم اصلا وضحوا لي النقطة دي. فلحد الان يعني انا مفيش حاجة اتخصمت من الحساب بتاعي ده لحد وقتنا هذا، لان انا كنت شغال بسحب من مكنة البنك الاهلي. يعني الفيزا اللي قدامك او الكارت اللي قدامك ده كارت بنك اهلي، انا كنت بسحب عن طريق مكنة بنك اهلي، تمام. فدي كانت تجربة حبيت ان انا اشاركها معاك وانبهك ليها عشان لو حد منكم مثلا وقع فيها يكون ملم بالموضوع. سيبك بقى من الناس اللي تقولك عشان ترجع الكارت الزيرو الغاء والحوارات دي، كل دي افتكاسات ملهاش اي اساس من الصحة اصلا. يعني الحاجات دي كلها احنا مجربينها وقت الكارت ما اتسحب ومفيش يعني كان بودنا ان احنا نصورها فيديو ونعرضها معاكم، بس ما ينفعش طبعا بقى عشان التصوير وكده. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك. اتمنى يكون عجبك الفيديو، حابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.